أهلا بكم في الموجز الإخباري الأسبوعي من جامعة ديالا. رئيس جامعة ديالا يشارك في القمة العالمية الأولى لشعوب العالم ويوقع اتفاقيات تعاون علمي مع الجامعات الروسية خلال افتتاحه المعرض التسويقي الأول لكلية التربية للعلوم الصرفة. رئيس الجامعة يؤكد أهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. رئيس جامعة ديالا يحضر اجتماعا مشتركا في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية لبحث آفاق التعاون العلمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. رئيس الجامعة يبارك للأساتذة الأفاضل والطلبة الأعزاء هذه الانطلاقة العلمية، ويؤكد من خلالها أن جامعة ديالا ماضية بخطى واثقة نحو التميز والريادة. بمناسبة الذكرى 26 لتأسيسها، رئيس جامعة ديالا الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى مجلس الجامعة الموقر وجميع الأساتذة والموظفين والطلبة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم لمزيد من العطاء والتميز العلمي. بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، كلية العلوم الإسلامية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.